طلعت من تحت الحيطان المهدمة قبل شوي، وقررت أكمل نهاري المو طبيعي بشكل طبيعي. الحمد لله بعدني عايش، بس عارف حالي في النهاية رح أموت. يمكن تكون زي ما أنا حابب، ويمكن تكون زي ما غيري حابب أنا أموت. بس قبل ما أروح عندي كذا سؤال حابب أعرف جوابهم، مش عشاني والله، عشانكم انتم وعشان سمعتكم لا أكثر. ليه علمتونا في المدارس إنه لما نتقاتل مع بعض هذا غلط، وإنه لازم نحترم بعض وانتم في الواقع عم تتقاتلوا؟ ليه علمتونا إنه نساعد المحتاجين وفي الواقع في ملايين المحتاجين انتم مش سائلين عنهم؟ ليه علمتونا إنه البذرة السيئة بتموت والبذرة المنيحة بتضل، وحروبكم عم تثبت انه البذرة السيئة اقوى، هي اللي بتسيطر، هي اللي بتخدع على كل شيء منيح في الدنيا؟ ليه علمتونا انه المفترس فقط هو الحيوان، وانه الانسان عمره ما بيفترس الانسان؟ ليه علمتونا تقبل الاخر وفي الواقع المختلف عني لازم يكون عدوي، ويلي دينه مش من ديني كافر، ويلي ما بيآمن باللي انا بآمن فيه لازم يموت؟ ليه علمتونا انه الانسان بالافعال وليس بالاقوال، وكل افعالكم تخطت الحدود والمنطق الانساني؟ ليه اعقل الكائنات على الارض هو سبب دمارها؟ في احد المناطق الفقيرة التقيت مع ولد صغير كنت اعلمه مسرح وفنون. كان حلمه انه يصير غني عشان يساعد الاطفال يلي مثله يبنوا احلامهم، عشان يبني بيوت للناس الهاربين من الحرب، عشان يساعد الحيوانات في الشارع. اذا هذا الطفل الصغير يلي ما عنده شيء حابب يساعد العالم، الناس يلي عندها كل شيء ليش طماعين؟ ليش الناس يلي عندها السلطة والقدرة على تغيير هذا العالم ما بتفكر نفس هذا التفكير؟ ليش الناس يلي كانت سبب في كل هاي الحروب بدها هاي الناس تموت، بدها هاي الاطفال تموت؟ اعطيني سبب واحد منيح لحروبكم. شو علمتنا هاي الحرب؟ شو راح تعلمنا حروبكم؟ انا بعترف لهاي الارض اني انسان بذيء سيء وحزين وكئيب ومعقد وبشع. عشت بعصر الناس فيه عم تتوضى بدم ناس غيرها وساكت. عشت بتاريخ غير مشرف بسود الوجه ومش قادر اعمل اشي. شو بدي احكي لاولادي؟ انه نحن فقدنا الحريه وفقدنا المحبه وعم نفقد الانسانيه عشان في شويه حسابات دوليه بين العالم؟ يابا نحن الناس العاديه عم ندفع ثمنها. فتعود من اليوم انه انت ممكن باي لحظه تصير يتيم. ولكن شو بتتقاتلوا والدنيا كلها رح تخلص؟ حدا ضامن يعيش اكثر من 100 سنه؟ بدكم تقسموا الارض بطريقه اخرى للاجيال القادمه؟ اذا ابني بده يجي على هاي الدنيا ويغني النشيد الوطني في ساحات المدارس ونحن بلا وطن وطنيه، فبفضل انه ينولد اخرس. اذا ابني بده يجي على هاي الحياه ويسمع صوت صواريخ، فبفضل انه ينولد اطرش. اذا ابني بده يجي ويشوف حروب وقتل ودم من اول ما ينولد لحد ما يموت، فبفضل انه ينولد اعمى. اذا بنتي بدها تيجي على هاي الحياه ويتم اغتصابها وانتهاك حريتها وقمعها والتحرش فيها، فبفضل اني ارجع ورا الحيطان اموت ولا اني اشوف.